الجواز الجواز في العشرينات ده موضوع بيقسم الناس لنصين كده. في اللي شايف انه بدري قوي يا عم، خليك عايش حياتك الاول. وفي اللي شايف ان هو ده انسب وقت قبل ما العمر يجري ويفوت. طيب تعالوا اقول لكم ليه لازم تفكر في الجواز في العشرينات، تتجوز في العشرينات، والحياة اللي هتسمعها ممكن تصدمك تماما. يلا بينا يلا بينا نشوف الحوار ده ايه. اول حاجة معانا او اول سبب بيخلي الجواز في العشرينات مختلف جدا، وهو الطاقة والشغف. في المرحلة دي من عمرك انت عندك نار كده جواك، نفسك تعمل كل حاجة حرفيا، نفسك تبدأ حياة جديدة، نفسك تجرب وتغلط وتقوم تاني. يعني مثلا لو انت متجوز في العشرينات هتلاقي نفسك عندك استعداد تخرج من الشغل، ترجع البيت تساعد مراتك، تروحوا تسافروا حتى لو بميزانية صغيرة، تعملوا مغامرات بقى، تتعلموا حاجات جديدة. عندك نفس انك تتحرك وتدي وقت وجهد علشان العلاقة تكبر اكتر واكتر. لكن لما تكبر بقى وتبتدي تدخل في سن التلاتينات او الاربعينات، غالبا بتكون شايل هم الشغل، هم الفلوس، هم الاسرة اللي عندك اصلا. ساعتها مش بيبقى عندك نفس الطاقة او الحماس اللي هي كانت بتاعة العشرينات، وبتبدأ بقى تميل للاستقرار والهدوء اكتر من المغامرات والتجديد. فخلي بالك الجواز محتاج طاقة نفسية وجسدية في نفس الوقت. يعني محتاج قلب بيحب وبيضحي، ومحتاج كمان جسم قادر انه يسهر، يتحمل مسؤوليات، يجري ورا احلامه. في العشرينات الموضوع ده بيكون طبعا اسهل بكتير. كمان في حاجة مهمة عايزك تركز فيها وعايز اقولها لك. في السن ده، في سن العشرينات، الشغف بيخلي العلاقة سخنة كده وحيوية. بتلاقي نفسك عندك فضول تعرف شريك حياتك اكتر، تتعمقوا في تفاصيل بعض وتبنوا سوا قصة مليانة حماس. لكن بعدين كل ما العمر بيعدي كده بيتسلسل الملل، بيكون أسرع، بتكون جربت حاجات كتير وحماسك بيقل. وده طبيعي على فكرة، مش عيب. علشان كده الناس اللي بتبدأ حياتها الزوجية وهم في سن العشرينات بيعيشوا المرحلة دي وهم مليانين بالطاقة والشغف، وده بيساعدهم انهم يكملوا ويفضلوا محافظين على العلاقة حتى بعد سنين طويلة. تاني سبب يخلي الجواز في العشرينات مختلف ألا وهو المرونة والتأقلم. انت وانت صغير لسه شخصيتك بتتكون كده، عاداتك مش راسخة 100%، وده بيخلي عندك استعداد تتغير وتتعلم من اللي قدامك. يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا. يعني مثلا انت متجوز، معلش يا شباب هحط رجل على رجل. يعني مثلا انت متجوز في العشرينات، هتلاقي نفسك انت وشريكتك او انت وشريكك بتتعلموا كده كل حاجة مع بعض. ازاي تديروا بيت، ازاي تحوشوا فلوس ماني، ازاي تاخدوا قرارات و... وبتبقوا قايلين انكم هتغلطوا وتصلحوا عادي. اللي بيحصل كمان انك وانت صغير عندك ليونة نفسية كده، يعني مش بتقف على كل تفصيلة وتقول انا كده وخلاص. لا، بتجرب تتأقلم، بتسمع من اللي قدامك وبتغير في نفسك عشان الحياة تمشي. لكن كل ما العمر بيعدي كده الشخص بيبقى خلاص متعود على أسلوبه، طريقته في الأكل، في النوم، في اتخاذ القرارات، في التعامل مع الناس. ساعتها بقى لو جيت تشاركه حياته هيبقى أصعب جدا إنه يغير أو إنه يتنازل، وهنا بتبدأ المشاكل تكبر. إنما في العشرينات أنت وشريكك بتبنوا حياتكم من الصفر خالص، أو من تحت الصفر كمان. بتخلقوا عادات جديدة مع بعض، بتصنعوا الروتين الخاص بتاعكم، وبتتعلموا ازاي تضحوا وتتنازلوا. يعني الليونة موجودة، والمرونة دي هي اللي بتخلي العلاقة انها تكمل وتبقى اقوى. فمن الاخر كده الجواز محتاج اتنين بيعرفوا يتأقلموا. والعشرينات هي المرحلة اللي المرونة فيها هي أقصى درجاتها، وده بيخلي فرص نجاح الجواز أكبر بكتير. نيجي لتالت سبب معانا يخلي الجواز في العشرينات مهم، وهو الإنجاب والصحة. ركز معايا في النقطة دي أو في السبب
ده كويس جدا جدا جدا. العلم نفسه بيقول إن فرص الإنجاب بتكون أعلى وأأمن في السن ده، يعني الجسم بيكون في أحسن حالاته سواء عند الراجل أو الست. يعني مثلا البنت وهي في العشرينات فرص الحمل عندها بتكون أعلى بكتير، والمخاطر بتكون أقل سواء عليها أو على البيبي، وكمان فترة الحمل بتكون أسهل صحيا، والولادة بتكون في الغالب أأمن. لكن لما العمر بيعدي خصوصا بعد سن ال30 وال40 الفرص الفرص بتقل والمشاكل الصحية بتبتدي تزيد بقى أكتر. وبرضه بالنسبة للراجل في العشرينات الخصوبة بتكون في أفضل مستوياتها، وجودة الحيوانات المنوية بتكون أعلى، ومع الوقت بيبدأ يحصل ضعف تدريجي كده حتى لو هو مش حاسس لسه. غير كده كمان لما تجيب عيال وانت لسه صغير في سن العشرينات بتكون قادر يعني تلاحقهم كده، يعني تلعب معاهم، تجري، تسافر، تعيش معاهم فترة شبابك، زهرة شبابك زي ما بيقولوا. انما بقى لما تخلف وانت كبير في التلاتينات في الاربعينات بتلاقي نفسك بتجري ورا عيل صغير وانت نفسك بتلهث. وطبعا غير موضوع الإنجاب، الصحة عموما في العشرينات بتساعدك انك تتحمل مسؤولية البيت والعيال مش سهلة خالص زي ما احنا عارفين، وبتحتاج طاقة وصحة قوية جدا. يعني من الآخر كده الجواز في العشرينات بيدي فرصة انك تبني أسرة في وقت جسمك وصحتك فيه في أحسن حالاتهم، وبعد كده كل ما العمر بيجري كده التحديات الصحية بتزيد والفرص بتقل. رابع وآخر سبب معانا يخلي الجواز في العشرينات حاجة مختلفة، ألا وهو المشاركة في النمو. ليه؟ علشان انت وشريك حياتك بتبدأوا الرحلة مع بعض من أولها كده من بدايتها. يعني مثلا انت لسه بتدور على شغل مستقر وهي لسه في بداية حياتها، فانتوا بتبنوا بيت خطوة بخطوة، بتجربوا تديروا الفلوس مع بعض، بتتعلموا ازاي تاخدوا قرارات مصيرية، بتواجهوا مشاكل وتغلطوا فيها وبعدين تصلحوها مع بعض سوا. اللي بيحصل هنا انكم بتكبروا مع بعض فعلا، يعني كل تحدي كل تشالنج كده بيتحول لذكرى مشتركة، وكل نجاح صغير بتحسوا انكم حققتوه كفريق واحد، وده بيخلي الرابط اللي ما بينكم اقوى بكتير. لكن لو اتجوزت بعد ما حياتك استقرت خلاص وكل حاجة جاهزة، ساعات بتحس ان شريكك دخل على حياة معمولة خلاص كده، مفيش مشاركة في بنائها من البداية. والفرق كبير جدا ما بين انك تلاقي نفسك ضيف على حياة جاهزة كده وما بين انكم تكونوا انتوا الاتنين المؤسسين للحياة دي. فالمشاركة في النمو كمان بتخلي العلاقة أعمق. ليه؟ لأنكم شفتوا بعض في أصعب الظروف وعديتوا عليها مع بعض سوا. بتبقى فاكر اليوم اللي كنتوا مش لاقيين تدفعوا الإيجار فيه، أو اللحظة اللي فرحتوا فيها بأول حاجة جبتوها مع بعض بفلوسكم. الذكريات دي صدقني بتعمل أساس صلب جدا للعلاقة. فمن الآخر كده الجواز في سن العشرينات بيخليكم شركة كده في بناء القصة من أول صفحة كده، والقصة دي بكل تحدياتها وبكل أفراحها هي اللي بتدي للعلاقة طعم ومعنى مختلف. وفي النهاية يا حبايب قلبي، بعد ما شفنا وبعد ما عرفنا الأربع أسباب دول، الطاقة والشغف، المرونة والتأقلم، الإنجاب والصحة، المشاركة في النمو، هتلاحظوا حاجة مهمة جدا ألا وهي الجواز في العشرينات. الجواز في العشرينات مش بس موضوع سن أو ضغط اجتماعي، ده فرصة حقيقية تبني حياتك مع حد يشاركك كل مراحلك من أول الشباب لحد ما تكبروا سوا. الجواز في السن ده مش معناه إنك تستعجل أو تتهور، لا إطلاقا، لكن معناه إنك تقدر تستغل طاقتك، شغفك، وصحتك في مرحلة وصحتك في مرحلة حياتك اللي فيها القدرة على التجربة والتعلم مع شريكك.
فرصة تكبروا مع بعض، تواجهوا مشاكل وتغلطوا وتتعلموا وتخلقوا ذكريات مش هتتنسي أبدا. وطبعا ده مش معناه ان اللي اتأخر في الجواز ما ينفعش يعيش حياة مستقرة وسعيدة، لا خالص. بس الحقيقة العلمية والنفسية بتقول ان العشرينات بيكون فيها ميزة كده كبيرة ومهمة جدا لأي حد عايز يبني أسرة ناجحة ومستقبل صحي ومستقر. يعني في الآخر كده أو الخلاصة، يعني خلاصة الكلام، لو انت لسه في العشرينات فكر كويس كده، استغل الوقت ده صح وابدأ حياتك مع شريكك وانتوا الاتنين في احسن حالاتكم. ولو بقى عجبك الفيديو وحسيت انه فتح لك منظور جديد، اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. لو اول مرة بتشوفنا اعمل لايك ونورنا بزرار الاشتراك في القناة وفعل زرار الجرس كمان عشان يوصلك كل جديد بننزله هنا في القناة، وتكون جزء من مجتمعنا اللي بيحب يبني حياته صح من بدري. وبس كده يا حبايب قلبي، ده اللي كان عندي اقوله لكم النهارده. احنا بنقول كلمة كده في نهاية كل فيديو، وهي انت الاساس، انت رقم واحد. وفي نهاية الفيديو احب اقول لك خليك مسيطر. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.